ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن كلب ناس كتير ما سمعتش عنه قبل كده، وهو كلب الصيني الأحمر. أولا، تاريخ النوع. بتنحدر سلالته من الصين، وبيرجع تاريخ السلالة لبدايات القرن ال19 عن طريق تهجين أنواع كلاب ألمانية زي الجيرمان شيبرد، روتوايلر، جريت دان والدوبرمان مع أنواع كلاب من الصين، منها اللي انقرض ومنها اللي لسه موجود ولكنه نادر جدا. ثانيا، شكل النوع. لونه بيكون بني محمر أو أحمر فاتح، بتكون ودانه واقفة وجسمه عضلي، صدره عريض وشعرته قصيرة، بيتميز بإن لسانه بيكون منقط. بيتراوح ارتفاع النوع من 65 ل80 سنتي، ووزنه بيتراوح من 35 ل40 كيلو جرام. ثالثا، استخدامات النوع. كلب بوليسي وكلب حراسة ممتاز. رابعا، سلوك النوع. كلب شرس جدا، ذكي وسريع الاستيعاب، جسمه عضلي وطاقته عالية، وفائه وارتباطه بصاحبه عالي جدا. خامسا، رأي الشخصي. النوع ده مش بيطلع من الصين إلا في حدود ضيقة جدا، ولذلك غير معروف عالميا، ولكن مش من الأنواع اللي تنفع تبقى كلاب عيلة حوالين الأطفال، وده بسبب شراسته العالية واندفاعه وجسمه القوي. كلب حراسة ممتاز بيجمع ما بين سلوك أنواع الكلاب الألمانية وذكائهم والشكل الغريب للكلاب الصيني. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب. سلام.